أسعد الله مساءكم مشاهدينا بكل خير من الإخبارية الأولى في الجزائر. أهلا بكم وإليكم نقاش على المباشر. مع بروز أسماء جزائرية في سماء أوروبا وأمريكا، يعود الحديث عن هجرة الأدمغة وعن ظروف عمل ودراسة وبحث النوابغ والعلماء في الجزائر. مجيد بوتمور عالم جزائري تحصل على شهادة البكالوريا بولاية البويرة سنة 1980، وتحصل فيها على نقطة 20 في مادة الرياضيات. غادر الجزائر سنة 1984 إلى مدينة غرونوبل الفرنسية. أكمل دراسته في فرنسا وأجرى أبحاثا في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحصل على درجة الدكتوراه في الفيزياء النووية. ترشح أو تم ترشيحه لجائزة نوبل للفيزياء، وله أكثر من 600 بحث في مجال تخصصه. هل نجاح الباحثين والعلماء مرهون بالعالم الغربي؟ ما هي العراقيل التي تحول دون بقاء العلماء والنوابغ في الجزائر؟ هل مغادرة الباحثين والعلماء للجزائر إجبار أم اختيار؟ وماذا يريد هؤلاء العلماء والباحثون المهاجرون من وطنهم الجزائر؟ أسئلة وأخرى أطرحها على ضيفي البروفيسور مجيد بوتمور، عضو المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية. سي مجيد، مساء الخير. مساء الخير رزيف لي. سي بروفيسور مجيد، ربما المشاهد ما يعرفش بروفيسور مجيد معرفة شخصية. اليوم راح يعرفوك مليح وأكثر في هذه الحصة. أخذت البكالوريوس 1980 في ولاية البويرة، ثم درست في جامعة البويرة، ثم غادرت جامعة تيزي وزو، ثم غادرت الجزائر. ممكن تحدثنا لماذا غادرت الجزائر، وش كنت تقرأ في الجامعة، وهل خيرت تروح للغربة لأنه ما لقيت إمكانيات للدراسة في الجزائر، أو حبيت تروح باش ترفع المستوى؟ تفضل. تلميذ، شكرا على هذا السؤال. قرأت أنا زايد في تازمالت، بصح من نشرات وقران. قرأت في تازمالت، وقرأت في ليسي عمروش، ماشي ليسي، في الكوليج عمروش مولود، ومن بعد عبد الرحمن وميرا في البويره، ومن بعد رحت لتيزي وزو العام 80، العام اللي سخنت فيها مع القبائل في بلادنا. قرأت تما، درت ديبلوم ديتود سوبيريور تاع الفيزياء تيوريك نظريه. وفي هذاك الوقت كان وقت شد ماشي غير هذاك الوقت تروح تشري زبده يعطي لك كيلو مقارون درع، ولا ما تديش زبده تروح تشري غاز الى باباك ما عندوش تاوي اللي يعاون التاجر. ماشي غير الهرب، الناس كاع تهرب كان. وفي هذاك الوقت كان عندي زهر، كنت نقرا تيزي وزو، جيت ماجور دو بروموسيون، يعطيو لي بورس تروح للخارج. كاع الناس كاع اللي يفهم في الجزائر اللي يروح للخارج، واللي يروح للخارج ما زيدش يرجع. حنا في بلادي نعيشوا بالفلاحه ونعيشوا بالإيميغراسيون ايكونوميك. الناس تاعنا كاع ما عندناش فاميليا، ما عندناش واحد في الخارج يبعث لك شويه دراهم سي تو الموند. ميم تشري الكازوز نستنى واحد حتى الصيف يجي واحد من الغربه باش يخلصنا الكازوز في القهاويت، ما نعرفوش ميم با الكازوز. فهذاك الحكومه ثاني تساعد في هذاك الوقت، غير خرج ما تديرونجيهاش. الوقت شاد ليك، قلت لك ما كان والو في البلاد كاع. تروح انا شفيت كي تزيد عندي 5000 ولا 10000 نروح ندير لاشين في سوق الفلاح، ما على باليش واش يبيعوا اللي جيت ديه. انا شفيت كنت ندير لاشين في تيزي، نحكي لك هذه قصه. ندير لاشين في تيزي وزو، عطونا لابورس تيزي وزو، يعطونا 100000 كل تريمستر في الجامعه. في الجامعه يعطونا لابورس 100000. درت لاشين نروح من تيزي وزو حتى البويره في وقت الربيع. درت لاشين في سوق الفلاح، قلت ما كاش ما نجيب لخوتي، نروح للدار نجيب لهم. واش صح لي في هذاك سوق الفلاح؟ صحت لي كيلو زبده، شريتها وطارت في البيس، راحت سالت ويقولوا الزبده تاعك راه سالت. بعدك توصلت تلاقي زبده تشريها. هذاك هو الوقت. يا بعد الخرجه هذيك سي الخرجه دلوكس، تخرج ما تجيش تولي ميغري ايكونوميك. هذه في 84 ولا واش من عام خرجت؟ خرجت في 84. وزيد هذاك الوقت كي تخرج تقرا في برا. هنا عندنا واحد الحكومه يدير لك، الحكومه تخاف
انا والله كي خرجت رحت نجيب الكارت باش نخرج نروح نقرا. قالوا لي عندك لا بورس روح تقرا. عندي بورس دو كوبيراسيون مع فرنسا. رحت لقيته في تيزي وجو تاع الحكومه يخدم فيه غير خدامه كذا باش يعطيك الكوارت. جبت شريت هذاك الوقت تشري من مارشي نوار، تشري من السوق كل شيء تبع كذا في مارشي نوار. شريت بتي ساكادو مارشي نوار بلا كولور ميليتير. هو غير خدام قال لي ما عندكش الحق نعيط للجدرميه ندير لك غير خدام هكذا. هذاك الوقت اللي جيت تروح دير ليكستر نيسونس يلزم يطلب منك بطاقه الفوت ولا 10 بيوض ولا هكذا باش هذيك هي الجزائر تاعنا. نعم ذاك الوقت تاع الجزائر كانت هكذاك. يعني انت كانت الظروف المعيشيه كانت كل شيء ماجور دو برومو، يعني الاول على الدفعه عطاوك منحه راح تقرا بها في غرونوبل. كملت القرايه تاعك ثم في غرونوبل وقلت ما نرجعش لانه الحاله ماهوش كيف الظروف مليحه وكل شيء مليح. طيب التخصص تاع الفيزياء النوويه كيفاش اختصيت فيه في فرنسا وكيف بحثت في هذا المجال؟ احنا عندنا في شويه ثقافه تاع الشران تاعنا دير الرياضيات ولا دير الفيزياء. ما عندناش ثقافه اخرى دير الرياضيات وانا درت الفيزياء. وفي هذاك الوقت دير الفيزياء تقول انا ندير الفيزياء ايا ندير نوويه. وعلاش ما نديرش نوويه؟ تبان لك سيونس فيكسيون في هذاك الوقت. نروح لونيفرسيتي لانستيتو دي سيونس نوكليير نتاع غرونوبل قبلوني ندير ديبلوم ديتود ابروفوندي في الفيزياء النوويه وندخل فيها. ندخل في لانستيتو لونجفير في الرياكتور. وصلت تما وهبلت انا كي دخلت تما ويديروا ثقه فيا ويديروا كل شيء. تخاف يجي الصيف بنشوف الوالدين تخاف تجي هنا يحكموك يبعثوا لي من البويره. نجي هنا 15 يوم يبعثوك من البويره تروح تجيب سورسي من بروميير ريجيون ميليتير في البويره. دخلت تما بجورنال تاع شاب ضربني بالعصا للراس. قال ما عندكش ما عسكري ما والو. دخلت بجورنال تاع شاب يضربك بالعصا صاحبي. هذه بلاد هذه تولي طارب. قاعد تروح الديوانيه هنا يدير لك عزكاره. مازال اللي يديروها تروح يدير لك زكاره الدرع. وعلاش هادي وعلاش هادي وعلاش نديك هادي الدرع. هذاك الوقت محقورين من كل جهه محقورين. هذا الشيء اللي خلاك تغادر انت الجزائر. هذا الشيء اللي خلاك تغادر الجزائر خلاك تروح وقرايتك ايضا باش تكمل قرايتك. تحب تكمل نحب نقول لقيت تسهيلات في فرنسا. هذا هو لقيت تسهيلات نحب نكمل قرايتي. تحب نقول لازم ننجح في قرايتي. وثاني عندي العائله نتاعي عندي لا فامي عندي الوالدين وعندي خواتاتي رانا في 7 كنا مازلنا في 7 الله يبارك فيك. يلزم تعاونهم يلزم تخرج ويلزم يفو فير كيلكو شوز يفو فير كيلكو شوز دو بيرسون يفو فير سون ترو دون لا في. رانا محقورين كاع يلزم نبانوا هكذا بار لا سويت تبدل البلاد شويه بشويه تبدل. سا كومونس ا شونجي مي مازال مازال ما عندناش. راني كل درك كي نجي البلاد شاك فوا نجي عرس كون نفرح بزاف. يا با اون فوا جيت البلاد ما بكيتش 3 مرات ولا 4 مرات من الفرح. ماشي من كنت نجي نبكي من الحزن درك نبكي من الفرح. كنت البارح في تازمال بكيت. جيت هنا اليوم زعما قالوا لي تروح النهار شانونتي كابيلي راني في النهار ما تاكلونيش يا اخي ما تاكلوش. مرحبا بك. ما تاكلوش. مرحبا بك بروفيسور. مرحبا بك. وانت راك بين خاوتك وبين اهلك. راني بلادي. وانت شرفت الجزائر. انت اول حاجه انت مشرف الجزائر في الدول الاوروبيه. وحنا اي واحد يشرف الجزائر الله يعزك. ماذا بينا الراي العام يعرفوا. لانه انت الان لما تروح لفرنسا او امريكا او اليابان او المانيا يقولوا مجيد بوتمور من الجزائر ما يقولوش من بلد واحد اخر. طيب استاذ مجيد لو تحكي لي على البحث العلمي انت راك الان تبحث منذ سنوات تبحث في هذا المجال في الفيزياء النوويه. البحث العلمي في الجزائر مشكل كبير لانه ليس فقط الميزانيه المتعلقه بالبحث العلمي ولكن ربما عندنا مشكل في الهيكله، مشكل في التاطير، مشكل وشكون يشرف على البحث العلمي. هل اساتذه الجامعه هل الباحثين؟ ولو تحكي لي عن البحث العلمي في العالم الغربي وخاصه انت اجنبي يعني انت ماكش فرنسي انت جزائري ويعطوك كل الامكانيات باش تبحث. هذا السؤال سالوه عليه اسمح لي العربيه نتاع معليش تكلم كيف حبيت شويه تاع البلاد. سالوا لي هذا السؤال البارح في تازمالت وقلت لهم تعرف كي السؤال قالوا لي بطريقه اخرى قالوا لي والحكومه حلت لك البيبان باش تدير البحث. قلت له ما كاينش بيبان يلزم ستركتور الدار وتدير بها بيبان باش الحكومه تحل لك بيبان دير البحث. حنا هذه اكسبرسيون كابيل يقول لك ما لديناكش بوره حلوا لك البيبان. قلت له ما كاينش لا ثبورث لا والو
ما كانش الدار باش دير بها بيبان. هنا في الجزائر البحث يلزم دير لا ستركتور نتاع البحث، يلزم il faut faire des récompenses pour ceux qui font avancer la recherche, il faut faire des facilités pour faire de l'expérimentation dans les domaines expérimentaux nécessaires, dans tous les domaines expérimentaux. C'est très facile de faire ça au lieu d'instruire des gens d'une manière théorique. اسمح لي نهضر بالقاوريه وتزيد تبعثهم الامريكان ولا تبعثهم لغرونوبل بور فير ان بروتوكول باش ما يرجعوش، وزيد هنا الظروف. جي بارلي افيك فو تو تارور ليه يافي دي ستوديون كي ديزي ميم لي بروفيسور هنا يقول لهم روح خرج لبرا الا عندك زهر، سينو هنا ما عندكش لافونير. هذه رانا في 2016 ومازال يهضروا هكذا شواخ، خاطرش ما كانش الدار، ما كانش لا ستركتور نتاع العلم. لازم تبني الدار وبعد البيبان. هذه الحكومه ولا ستركتور ولا المينيستير هو اللي يحل بيبان، يعطيك دراهم راه عارف والناس كاع والدنيا كاع عارفه وين راهم دراهين، وين راهم هذوك دراهم. دير لا ريشيرش، تقدم تو دو لافونسمون دون طون غراد، افونسمون دون طون سالير، افونسمون دون تي كونيسونس، افونسمون دون لا فاسيليتي دو بوبليكاسيون دي ريزولتا سيونتيفيك، وتبان من الناس من برا. حنا ما اللي يبقى هنا ما يبانش. انا جاو لي من البلاد يبقى هنا ما تسمعش به والو، يروح يجي عندي هنا جوا شحال يجي 3 شهور 4 شهور يولي طرطق. هذا انا جبت واحد من لا ولا عالم قال لي عندك لا بلاص ندير ماستر، قلت له تجي هكذا دير ماستر وكتب ودير دوسي، ماشي رشوه، ماشي لا بون دوسي تو بالله غالب ما كملش هنا، جا لفرنسا توريست وخلاص دار دكتوراه ودار كلش راه طاير. غير هنا قلت لك لا ستركتور ما كانش راها يعني الطلبه تاع الجزائر وكاين يروحوا للخارج راح يكونوا ربما افضل بكثير من هنا، لانه كاين كل شيء واضح. كاين البنيه، ستركتور هي البنيه، كاين البنيه وكاين الهيكله. il faut faire une structure de recherche et il faut faire des axes. مي هنا في الجزائر هنا نقولوا عليها البلاد نتاع لي بروجي. برا لي بروجي ما كاش بروجي لازم عنده وقت يموت، بروجي ولي رياليتي. نحب نعمر هذه ما عندي بروجي نعمرها بالماء، يلزم نروح نقول لك الساعه نرجع معمرها بالماء السياسي، تجيبها لك معمرها. الا تبقات بروجي انت تموت عطشان. نقول لك هذه بروجي نتاع نعمرها بالماء 100 سنه مازال ما عمرتهاش، انت تموت عطشان. هذه هي لا ريشيرش بلادنا، ولات كاع لي بروجي عندهم كاع لي بروجي، مازال واحد بروجي ما سلكش منه. يلزم لي بروجي il faut lui faire la date d'arrêt de projet à sa conception comme projet. Il faut dire là en 2017 c'est fini, on coupe les financements. En 2017 on va voir les résultats, on va voir des suivis, on va voir ça. Et ici on fait tout sans enfin كما قلت لك. ما نحكيك واحد الحكايه اخرى، انا نحب نفهم بالحكايات. تفضل. فيه واحد عندنا في الفيلاج، واحد جون ما تفهمش مع باباه، وباباه قال له اسمع انا باباك، انا كبر عليك، انا ربيتك، تسكت عليا وترضى عليا ولا نخرجك برا. وقال له هو مسكين الدار مفتوحه كاع، قال له يا بابا رانا ديجا برا وين تخرجني. هذه هي لا ريشيرش في البلاد، رانا ديجا برا، ما كاينش تروتير وين تبقى هنا ولا تبقى هنا والو. انت راك تجي للجزائر تلتقي بالطلبه في الجامعات، تتلاقى بهم في المحاضرات. جيت قبل اشهر وراك جيت ان شاء الله، جيت ايضا المره هذه باش دير محاضره في جامعه الجزائر ان شاء الله. غدا ان شاء الله تلتقي بالطلبه، تشوف البحوث تاعهم. حبيت نعرف حاجه بروفيسور مجيد، المستوى تاع الطلبه الجزائريين في الجامعه خاصه في المجال تاع الطب والمجال الفيزياء، كما انت راك درس في الفيزياء النوويه، هل هو مستوى لبس به؟ هل الطالب الجزائري عنده موهبه؟ المستوى تاع الجامعه الجزائريه واش رايك فيه؟ في المستوى نتاع الطلاب الجزائريين في الجزائر وفي الجامعه الجزائريه ما عندي اي قدره نحكم عليه ولا نقول حاجه عليه. الاساتذه راهم عندنا الله يبارك اساتذه عندنا اللي كانوا هنا هما يفهموا، وانا نهضر لك على الاساتذه على الطلاب الجزائريين اللي خرجوا، اللي يجيو عندي الطلاب الجزائريين. كاين اللي عنده شويه روطار بلا لونغ، شويه روطار بالتيوري، شويه روطار بلا براتيك، عندهم الروطار. مي الله يبارك تخلع تدهش لا كاباسيتي دابروندر فيت اي دو راترابي لو نيفو اوروبيان. يجي تقول هذا عنده عامين روطار، 4 سمانات يراترابي روطار. كي تعطي له تفتح له كونت اون لي دون لي مويان. جو سوي très نهضرها بالقوريه هذه très positivement impressionné par la volonté, la capacité, la ténacité de notre travail des jeunes Algériens, femmes et hommes, femmes et garçons, quand on leur donne les moyens de travailler. Je lui dis je veux ça que ça soit fini lundi. الحد يتليفوني للدار يقول لي مجيد خلاص بدل لي شي حاجه هذاك مات الحوت.
Ça, je suis très positivement et très fier des jeunes Algériens. Je suis très, très persuadé de la capacité intellectuelle, mentale et physique des jeunes Algériens. Tout simplement, les jeunes Algériens sont désorientés. C'est comme une boussole sans champ magnétique qui oriente. Et on leur fait carroir, tout le monde, je demande des gens ici pour qu'on m'envoie des étudiants. Les professeurs يقول لك انا اللي نخرج ماشي les étudiants. هذه ما نحشمش نقولها لك. Des professeurs يقول لي انا نخرج. علاش يخرجوا الطلاب. C'est pour ça qu'ils aiment restructurer un peu les choses. En fait, il ne faut pas grand-chose pour restructurer. Il faut juste faire définir les choses. حنا في الجزائر اللي ما راهش ce qui n'est pas permis بالك راه ممنوع. يلزم تكتبوا. Il faut qu'on écrive à l'avance tout ce qui est permis, tout ce qui n'est pas permis. C'est pas n'importe qui peut faire la loi. C'est pas n'importe quel recteur ou quel هكذا يدير قانون وحده ولا يدير. Il faut tout définir à l'avance. النظام لازم يكون غير النظام. النظام il faut que ça soit écrit et connu de tout le monde. ماشي تروح لواحد يدير لك ليكستري ناسونس ويدير عليك القانون. قولوا هذا هو القانون. انا ثاني نعرف القانون. ممتاز. بروفيسور، أنت الآن متخصص في الفيزياء النووية وتبحث في مجال مكافحة السرطان بالفيزياء النووية. ربما هذا الجزء الهام راح يهم المشاهد اليوم يشوف فينا، لأنه ربي يعافينا ويعافي كلهم يسمعونا. المرض السرطان أصبح اليوم في انتشار كبير. ويداوي لي مرضهم ويشفي لي مرضهم إن شاء الله ربي يشفيهم. مرض السرطان راهم الناس بزاف يعانوا منه، يعني صغار وكبار، واصبحت الاصابه به سهله يعني، ولا بسرعه يصابون بالسرطان. ونعرفوا باللي العلاج عالميا هو علاج بالاشعه او العلاج الكيميائي. لو تفهمنا الان في هذه التقنيه المتعلقه بالفيزياء النوويه. التقنيه بالفيزياء النوويه هذه تقنيه جديده، يعني عندها 5 سنين ولا 6 سنين اللي بدات في اوروبا، بدات في اليابان، ماشي هي اسيا، ومن جات الالمان في اوروبا، ودرك راهي تنشرت. هذه تقنيه اضافيه للتقنيات الموجوده. التقنيات الموجوده هي الجراحه، هي العلاج الكيميائي لا شيميوثيرابي، والاشعه الالكترومغناطيسيه البارون الالكترومغناطيسي نقول لها زي رايون اكس، وبها نديروا ليماجري، نديروا التصوير في الداخل، ونديروا العلاج ونديروا لا ثيرابي. هذه بالفيزياء النوويه ثاني اشعه، وهي تجي تكمل اللي ما نقدروش نديروا به جراحه، كما الله يجي بعدها منا لي تيومور كونسيروز اللي تجيو داخل لابواط كرانيان داخل السيرفو. كي تفتح توشي السيرفو يسمى خلاص، ولا شيميوثيرابي سا فونكسيون با. دونك هذه الاشعه دروك في الالمان يبوف غير اون بيرسون في دقيقه ونص. تجي عنده اون تيومور كبيره كي المشماش هكذا، كي on le traite avec une précision chirurgicale micrométrique. On réduit toutes les cellules tumorales immoto. Et le corps finit par évacuer. Donc c'est un complément de traitement qui peut sauver. En Algérie, avec les statistiques, si on les compare un peu à la France, 18 000 personnes par an d'une mort certaine. Donc en fait 18,000 يموتوا في العام. 18,000 يموتوا رسميا على هذا خطر سرطان الراس. ربي يعافينا. سرطان الراس نساعدوا اللي عنده هذا السرطان، نساعدوه يموت. هذا واش العلاج تاعو في ميم فرنسا. Ça s'appelle des soins palliatifs. غير ما يتألمش ونخليوه يكمل الايامات نتاعو. مي دروك يوليو انا نعرف الناس يروحوا يداويو ويخرج يولي يجري يدير الماراطون يدير كلش ويكمل الدنيا نتاعو، يكمل حتى وين ربي يكتب له يموت. يعني الان انت تقول لي بانه هذه الطريقه فيزياء نوويه في معالجه سرطان الراس طريقه ناجحه 100%. ماشي 100%، عندها احتمالات. عندها احتمالات ستاتستيك، بصح عندها فيه il y a des tumeurs cancéreuses qui n'étaient pas guérissables, et là on a un taux de réussite de 85%. 85% ينجحوا بالبديل من 0%. هذه كمان تقدم. ما هي الدول التي تستعمل هذه التقنيه اليوم اللي تستعملها بكل نجاح؟ هي المانيا في هايدلبرغ. اللي ما عندوش في بلاده ميم الفرنسا يروحوا تما ب 30,000 يورو يداويو. هنا قلت للناس يروحوا تما، راحوا داووا ونجحوا. وفي اليابان، ودرك في المانيا، في بلجيكا، في السويد، في ماريكان كان ما كانش ولاو 20 ولاو 40 في 2017. وحنا عندنا زهر في البلاد، ماشي عندنا شجر، بالك يكون عندنا زهر ان شاء الله في البلاد هذه. حنا مخصوصين في الفيزياء النوويه، في البحث في الفيزياء النوويه، في الكيمياء ثاني،
وفي هذا الطب لو كان نديروا ان سينكروترون هنا وعندنا اختصاصيين جزائريين يقدروا نديروا هنا بشيء بسيط جدا 200 مليون يورو نديروها. هذه 200 مليون يورو راه اخر مدير في المستشفى يقول لك نخلصوا 4 مرات هذه غير على الشيميوثيرابي غير على تبعوا هذه ديروا بها البحث في الكيمياء، البحث في الفيزياء، لا فيزيك دو سوليد، لا فيزيك موليكولير، لا شيمي نوكليير، لا بيولوجي، كاع لي دومين تاع كل المجلات البحث نتقدموا فيها ونجيبوا البحاث نتاع برا يجيو هنا، نتاع المغرب ولا نتاع اوروبا القريبه يجيو يخدموا هنا، والطلاب نتاعنا يبقاو هنا، ولي تاز نتاعنا نبوبليهم هنا، ولي بروفي نتاعنا نفاليد دي بروفي الجيريان في الجزائر نبداو منا. سي ان سونتر ويا كوميم بوكو دو شوز. سي اون في ان سونتر دادرون ثيرابي كيما نسميه هنا يسموه ادرون ثيرابي بالقوريه. اللي كان نديروا هنا une grande partie des connaissances elle est maîtrisée par des Algériens وراهم انا نعرف الناس راهم اللي راني فيهم راني قابل نجيو نديروه avec une coopération suisse allemande et française par exemple. on fait un centre هنا في الجزائر مع الناس نتاع الجزائر ويمشي في الجزائر يفا جينيري كي فا جينيري دي شيرشور فيتور وفا جينيري دي وراح يعالج كثير من المصابين بالسرطان وراح يعالج هذه العلاج هذا كما نقولوا بالقبايليه تسكر تملالين. هذه غير تملالين، هذه غير البيض، الحجله والبيض. تعرف كي تدوميستيكي الحجله تعطيك البيض تاكله وبعد كي ما تجيش ما تعطيش البيض تاكل الحجله. هذه حنا الحجله ما ناكلوهاش، الحجله تدير لنا البيض ديما خاطرش نديروا دو نوفو سونتر في دي ريشيرش. فهمت لي؟ والبيض هذا هذا هو علاج السرطان. لي 5000 هذه اون فا سوفي 18000 الجيريان دون مانيير نيت كلير لادسو. سي جوست ان بونus. Et ça ouvre beaucoup de demandes de recherche pour les jeunes ici. On peut avoir un secret dans la recherche expérimentale. ما فيش جزائري عنده سر في البحث التجريبي في كل ماده. يلزم تروح تفهمها لواحد ياباني ولا واحد امريكاني ولا واحد اوروبي باش يخليك المخبر تاعو تخدم تما. علاش انا ما يكونش عندي السر نحب ندير تجربه وحدي ما نروحش نديرها في تيزي وزو ولا نروح نديرها في واقورن. نبقى في المخبار نتاعي ونديرها ما نفهمش كاع الكوار واش ندير. يعني السر تاعك لازم تعطيه لهم. ايه دروك 100% نعطيه لهم 100%. هم يعطوك الوسائل، يعطوك الامكانيات، يعطوك الاموال، الدعم المالي. بروفيسور هو الصح. حنا نجيبوا الوسائل ونجينيراو الاموال. اسمح لي اسمح ونجينيراو الاموال تاعنا. عندنا الاموال رانا نطيشوا فيهم في كل طاقه رانا نطيشوا الاموال، نغلقوا شويه الطاقات هذه ويخرجوا فيها الاموال. ونبقاو في بلادنا ويكون عندي السر ويكون عندي كل شيء. وعلاش نروح نحكي واش نحب ندير والا ما حكيتوش ما يجيش دراهم. هنا نروح انا نحكي المينيستر على بالي بلي ما يفهم فيها قرنت ويسلك وعندي السر وخلاص، ونبقى في بلادي وندير بروي في بلادي وكل شيء في بلادي. يعطيك الصحة بروفيسور. نروحوا الفاصل نعاودوا نكملوا الحوار تاعنا مشاهدينا. فاصل إشهاري ونواصل مع البروفيسور عبد المجيد بوتمور عضو المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية. فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد في نقاشنا على المباشر مع البروفيسور مجيد بوتمور عضو المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية. بروفيسور مجيد، كنت تكلمني قبل الفاصل على العلاج السرطان بالفيزياء النووية في الجزائر. هل هذه التقنية سيتم إدخالها للجزائر؟ هل هناك مختصين مثلك يقدروا يجوا هنا باش يخدموا بها، أو لازم تكون هناك مركز خاص بهذا التقنية والدولة هي تدير هذا المركز؟ سؤال يعني سؤال سهل خطير ومهم. خاطر التقنية هذه فيه dans toutes les spécialités qui sont impliquées dans cette technique, il y a des spécialistes algériens très pointus à l'échelle mondiale. Donc en commençant par même les mathématiques, l'informatique, la physique du rayonnement, la réalisation de la machine. Le plus simple en fait, c'est qu'on prend une machine déjà existante, qu'on l'importe ici, on dit de tous les domaines qui m'appellent déjà, tous les domaines de la recherche, tous les domaines de la recherche de la physique, et on a de la thérapie. Mais c'est très faisable en Algérie, et du coup,
On n'a pas à refaire toute l'histoire. On prend le front de la recherche على القمة تاعو ونفونسيو للقدام. Mais c'est quelque chose qui est réalisable, faisable à très moyen terme. عامين نقدروا يكون عندنا السونتر هنا. Et ça peut se faire par l'État et ça peut se faire par un privé. Aujourd'hui, en Allemagne, les privés ils des centres directs. Ils ont vu que ça réussit, que ça marche bien. Ils louent des faisceaux de rayonnement avec des particules protons et ions carbone, même des rayonnements synchrotrons pour les chercheurs. تجي واحد انت عندك industrie تحب دير comment stériliser des œufs rayonnement يبيع لك les rayonnements. C'est un industriel. Autrement, ils diront la thérapie. Ils diront à côté une clinique pour faire des thérapies. Donc c'est multi-usage, multidisciplinaire. C'est des choses qu'on peut commencer à faire à titre expérimental. Mais je pense. تفضل تفضل كمل. قلت لك سي حاجه très atteignable si quelqu'un décide de donner la responsabilité à des Algériens de le réaliser, donc des Algériens d'Algérie d'abord, bien sûr, en collaboration avec des Algériens et des non-Algériens qui sont à l'extérieur, de décider de finir et de faire un centre comme ceci. وكان يفتحوا لك المجال في الجزائر تجي ديرها؟ نجي نديرها ونجي تخدم هنا. نجي نخدم هنا بالناس نتاع الجزائر الجزائريين والناس نتاع العالم ونديروا ان ايشونج كوبيراتيف avec des gens à l'extérieur pour faire avancer la chose en Algérie, bien sûr. عندنا كاين قضيه في الجزائر مهمه هي قضيه تكلفه العلاج تاع السرطان، نعرفوها بلي غاليه شويه بروفيسور. بهذه التقنيه كم حوالي تكلف عمليه نزع الورم من الراس؟ في المانيا كم تكلف؟ في اليابان كم؟ وكان نديروها في الجزائر هل نفس السعر؟ في الجزائر كنت تجي غدوه عندي في المحاضره اللي نديرها راني نعطي لو بري سي دو لوردر دو 15000 euros العمليه. مي الحاجه نظيفه يا اون كاليتي دو سوا يا اون كاليتي دو في اللي يمرض ما يبقاش 10 سنين مريض، ما يبقاش 3 سنين مريض يتبع في لاشيميو، يبرا يولي الخدمه نتاعو ما يبقاش في السبيطار وتشوف لا كلينيك كي تدخل. سي لي تريتمون دي فوا سو في اون يونيتي دمي لا دوز ديليفري ويجي يخرج. دونك سي دي شوز كي سون دي كا تيلمون ديزيسبيري اي اون لور دون توت ان اسبوار. يروح قريب يموت ويخرج يبرا. Donc on ne peut pas faire de l'autre côté. يعني 15000 اورو 15000 اورو العمليه. 15000 اورو في حدود هذه في الحدود. الجزائري اللي يحب يروح يداوي في المانيا اليوم خص له 30000 اورو. 30000 اورو. طيب في فرنسا ماهوش يخدموا بهذه التقنيه، لماذا؟ في فرنسا عندهم الثقل، عندهم اون لونتور بالتفاهم بين الاطباء والفيزيائيين. يقول كي تجي تقنيه جديده يلزم يكون يقبلوها لي ثيرابوت لي زونكولوج، يفو كيل اكسبت سا بور لا فير. دونك ايزون فاي فير دو فوا. انا كنت مدير البحث لاول مركز في فرنسا في ليون فيسموه ليطوال كيما الفيلاج نتاعي. فيحبوا يديروها في ليون وبقات النقاش وبقات هذه وبقات بوليتيك. في هذاك الزمان دار دوست بلازي عنده بوليتيك يحب يديرها في تولوز، طرت كد شي شيمياء في تولوز حب يدير سونتر تما، وبعد طار السونتر هذاك ما داروش وخرج في الالمان، خرج في ايطاليا. فرنسا مازال عندهم مازالوا متصارعين، مش متفاهمين، مازال متصارعين ومازال فوالا. طيب نتكلموا على الطاقه النوويه. الطاقه النوويه اليوم بروفيسور في العالم يتحكموا فيها دول عظمى يستعملوها في السلاح النووي، وكاين دول اخرى تستعملها في الطاقه السلميه لتوليد الكهرباء ولامور كثيره جدا. احنا في الجزائر ما زلنا في هذا المجال ربما متخلفين شويه. الامارات في 2017 25% من الكهرباء راح تولد بالطاقه النوويه. احنا الان ما زلنا نعتمد في توليد الكهرباء على الوسائل التقليديه اللي هي الغاز. ولماذا ما قدرناش نطوروا هذه الطاقه السلميه؟ عندنا علماء، انت راك واحد منهم. المراكز النوويه كيف تكون؟ هل هذا الامر متعلق بالدول الكبيره ما تخليكش تخدم؟ هل متعلق باللي انت ما عندكش الوسائل؟ وراه المشكل. في الجزائر عندنا وسائل نديروا محركات دي رياكتور نوكليير بور برودوير دي لينيرجي نوكليير، ساشون كو فيه مشكل واحد. يا دو بروبليم. انا نهضر بنيتي كي نسمع دابا فوالا. يا دو بروبليم ماجور dans un pays où في الجزائر dans un grand pays comme l'Algérie où les choses sont quand même instables.
Donc, faire un centre instable, même dans la décision. On ne peut pas prendre une décision. Tu ne sais même pas pourquoi. Donc, faire un centre nucléaire, c'est vrai que il y a des gens comme moi qui te disent que l'énergie nucléaire est propre. علاش ما نديروش l'énergie nucléaire؟ علاش نحرقوا ديجا ينقص السرطان الا ما نحرقوش ديازل ما نحرقوش هذيك وما نحفروش الارض تاعنا. Il est propre, mais la propreté de l'énergie nucléaire se paye par une discipline stricte. C'est dans l'organisation, la sécurité, la surveillance, etc. علاش تشيرنوبيل طرطقت؟ الرواسه كيما حنا في هذاك الزمان. شرب الفودكا روح يخدم الرياكتور يشوفوا يقول لك بالك هكذا دير هكذا يديروا بلاغرافي شو يديروا. هنا كون جينا هنا الجزائر نوليو في نفس اللي يشوفونا كيفاش نخدموا الاشياء هنا في بلادنا، اللي يشوفونا من الخارج يقول لك ما عندناش ثقه فيكم. كل واحد براسو يا صاحبي، كل واحد القهوه تاعو هنا في الجزائر. يقول لك ما بيناتكم ما تفهموش كيفاش نعطيك هذا تدير به حاجه نظيفه. On n'a pas l'organisation. Il n'y a aucun centre en Algérie qui fonctionne. تروح سبيطر تلاقي سبيطر تلاقيه نظيف جديد، كي يجي الوزير يزورو جديد نيكال، يروح الوزير تلاقي الدبان تلاقي الناس. انا شفت فيسبوك حوايج يصيروا، تروح لوبيطال جديد اليوم تروح المايو ولا تروح تخلع تيرمون ما عندهمش الكارثه كيما هذيك. كيفاش دير سونتر نوكليير عندنا؟ تجيب عالم يدير لك سونتر نوكليير عندنا دراهم عندنا كلش، يمشي 3 ايام يمشي 3 سنين يمشي 4 سنين يولي تشيرنوبيل كبيره علينا وعليهم. دونك هذه الثقه نتاع الاورغانيزاسيون. والثقه الثانيه ما راناش ما عندنا الفخاره نتاع الجزائر هذه جبناها كي خرجنا فرنسا متنا عليها ومازال نعيشوا بهذاك لاكي ما درنا به والو. زعما ولينا شجعان، صح رانا شجعان، خرجنا فرنسا الرجله الزايده الرجله زايد مات 1.5 مليون. ما يلزم يفو سي ان كابيتال يلفو نخدموا به ما نعيشوش به. حنا مات 1.5 مليون باش كاع تعيش به. انا نعرف دي زونسيون مجاهدين زادوا عام 54 هذا زايد بالمتريات ولا واش. خلاص هذوك ماتوا الله يرحمهم، نستعرفوا بهم لازم نديروا الثوره تاعنا اليوم، نمشيو لقدام ما نعيشوش على اللي زكي. خلاص هذاك شيء يعني ما زلنا حاكمين في التاريخ وحنا درنا وما زال بهذاك يتسمى كي يشوفونا من الخارج يقولوا هادو مازال عندهم الرجل هذيك تاع الكذب يديروا هذه تقول يديروا لك النووي نظيف يديروا لها بومبا، وحنا بالرجله تاعنا بالشمه والقوى دير بومبا نطرطقوها عليها. ما عندناش ماناش منظمين وما زال ما باينينش على الجناس. عندنا اون لا فيغتي اون تو اون نوتر الجيريانيتي اون تو كيما وقت بومدين. بصح يلزم نوليو الناس، يلزم نوليو التواضع نرجعوا كيما الناس نتاع لا بلانيت هادي نتفاهموا ونظفوا الدنيا نظفوا كل شيء. طيب. انا يقولوا لك اسمح لي نزيد الكلمه انا نديرها هنا في الجي. نروح المكان اللي يرميو فيه الاوساخ باغ اكزومبل يرميو، تجي تلاقي موشوار تلاقي قرعامه في الطريق هكذا، يجي الطفل يجي نابورتي يشرب قرعامه تخلص يشوف قرعامه في الطريق يرميها. هذه لا بوليتيك دو سويفي جينيرال دو مونتاليتي عندنا هذه. لو كان ندير حاجه صغيره نديرها قدامك، تجي عندكم لا كاميرا كاشين تاع النهار تجي نروح لواحد نوسخوها، نروح المكان هنا بلاص بوبليك نوسخوها، نجي حتى يجيو الناس هكذا يجيو 3 4 5 بيرسون نروح زعما انا ندير نظف نحيها نقول هيا نجيب عقارها نديرها في صاك بوبال ندير عليك خطر كي تحب ناكلوا مكلي في القبائل ولا وين تحب. الناس اللي يشوفوا فيه يديروا كيما يوليو ينظفوا. هاو الجزائريين ولاو تنظفوا افيك ان سامبل جيست، واحد يعمر قرعه يولي مد ليكزومبل واحد يمد ليكزومبل. ما عندناش ليكزومبل في الجزائر، عندنا ليكزومبل تاع الخساره كاع النيف والخساره هذه يلزمنا نبدلوا فيها، بدلوا العقليه. انت تحكي العقليه بالعقليه هذه. بروفيسور سؤال اخير نختم هذا النقاش او قبل الاخير، عندك علاقه بالطلبه في الجزائر وتساعدهم كثير في البحوث والدراسات تاعهم كثير. هذه كلمه كبيره نساعدهم شويه. راح تفكروا في اتفاقيات بين جامعات جزائريه وجامعات في الخارج؟ صح وي. عندنا اتفاقيات بين ماشي بين جامعات لا غالب بين الناس. عندي اتفاقيات بين كما في جامعه تيزي وزو عندي واحد دكتوراه راه 3 جامعات شيكوتومي تيزي وزو و ليكول بوليتكنيك يونيفرسيتير نتاع سوا مون بلون، ويجي عندنا يدير بروتوكول اكسبيريمونتال نتاعو يدير كلش.
On fait des échanges, mais de personne à personne. C'est comme ça que ça doit se faire, en fait, de personne à personne. Mais il y a des échanges aussi qui se font d'université à université. اليوم هضر لي واحد صاحبي c'est un grand physicien اسمه باتريك أوروش راه في جيجل راه يقرر في جيجل et il est à جيجل il a fait un développement lui parce qu'il est intéressé il a de l'ancienne famille من ناحية السطيف الحمد لله كاين تبادل كاين كلش. عيطوا لك في الجزائر الجهات الرسميه مثلا في برنامج مكافحه السرطان تاع رئيس الجمهوريه كلموك يعني بروفيسور زيتون يتكلم معك في الموضوع؟ سيتي نظر اورو كان هذا نظر اورو جيت كان واحد من فيلاج تاعي ثاني بروفيسور في الفيزياء ثاني راه يخدم هنا في اليو اس تي اش بي اسمه نصر قال لي ما جيت تجي اليو اس تي اش بي نعرف لا دويان ودير لنا سيمينار وجيت ديرت السيمينار هذاك الوقت جيت قال لي دير السيمينار تعرف انت كاش تبدلوا دي سوجي دو ريشيرش وهكذا اي سو جور لا كوم بارازار عرضوا البروفيسور الزيتوني وتلاقيت معاه كي درت السيمينار تاعي تلاقيت معاه ولينا هضرنا ولا تبدلنا اون سي شونجي دي ميل اون سي شونجي سور لو جور ميم دونك il m'a même sur le plan anti-cancer algérien il a même consacré quelques chapitres en parlant de moi pour dire qu'il y a des possibilités il y a des Algériens qui sont à l'étranger qui sont capables de faire des choses dans ce domaine. ان شاء الله. في سؤال اخير في مقابله صحفيه درتها لما جيت الجزائر المره اللي فاتت ودرت هذاك السيمينار في بومرداس. سألك صحفي على جائزة نوبل وانت كانوا رشحوك العام 2016 للجائزة لكن ما كتبش ربي باش تديها. قلت لهم انا ان شاء الله اني وراها حتى نجيبها ان شاء الله نجيبها. لو كان نديروا رواحنا هنا في البلاد كيفاش نديروا دي سيونس اكسبيريمونتال كيما قلت لك يكون عندك الباطنه نتاعك السر نتاعك تخبيه وتجوز به. C'est pas un Algérien, c'est pas deux Algériens. Il y aura beaucoup d'Algériens qui vont faire des idées tellement innovantes, tellement assoiffés d'avancer. Il y a des gens تلاقيه ما دخلش ميم با الجامعه يقول لك عندي دي زيدي. البارح لقيت واحد ما دخلش الجامعه. Il invente des jeux pour enfants. لاقى دروك اندستريال جزائري باش يصنع هذوك الالعاب للاطفال، العاب ذكيه يديروا فيها لي طاب دو مولتيبليكاسيون. هذا مسكين ما جاش ميم با الباك. راح يخدم باش يعاون العائله تاعو لقيتو اون بيرسون تما في الوغ البري نوبل هذا شيء بسيط جدا كي تشوف لو بوتونسيال تاع لي جون الجيريان ماشي غير انا جو مو دون اون ريزون دو دير نبحث ندير كل شيء جو في دار ريشيرش راني طحت فيها نبقى فيها حتى نموت. بيان سور عندي ليسبوار تري فيف باش نجيب ان بري نوبل en Algérie. كون نجيب ان بري نوبل فيزيك جو بيتيتر شونجي دو دومين pour avoir un prix Nobel de chimie à côté pour connecter des choses. يقولوا مازال ماتش عنده لي بروفيسور يقولوا بلي الباحثين ما يرقدوش بزاف ويسهروا ويخدموا في الليل صديع الراس عندهم صديع الراس نورمال كان الباحثين اللي كيما انت شحال باغ اكزومبل تخدم مثلا شحال تخدم ساعه في النهار في البحث في المخبر؟ انا ولادي في الاوروب كان وليدي الكبير جاء عندنا ضياف في الدار قال لهم عندكم زهر بابا غير يخدم ميطون درك يخدم من 8 تاع الصباح حتى 8 تاع الليل هذه ميطون. هما على بالهم ميطون تخدم يوم وتريح يوم الاخر. هو قال لهم بابا يخدم ميطون من 8 تاع الصباح حتى 8 تاع الليل. اوترومون عندنا في السيرم سونتر اوروبيان كونت اون في دي شيفت كي نخدموا سي اش 24 سي لي 3 8 دو 7 h à 15 h دو 15 h à 23 h دو 23 h à 7 h كي تكون انت ريسبونسابل دو بروجي دو ريشيرش عندك دي دكتورون يتسمى الدور توجور تما لهيه. الا ما عندكش لي زيدي تاع السهاده تروح تشري لهم لي كرواسون ولا القهوه ولا الماء باش يبقاو تما باش تحفزهم كاين جو مليح جو للبحث مليح. فوالا. كلمه اخيره واش حاب تقول لنا بروفيسور انت اليوم جيتنا النهار تفضل للشباب الجزائريين الباحثين اللي يشوفوا فيك. انا نقول لكم ديجا شكرا جيت هنا قبايلي ما لاشين اونتيكابيل مازال ما قتلتونيش. احنا ماناش القبائل هذا ربما كلام يقال هكذا فقط غير لا بلاك غير باش نسرح باش يسقر غير نسرح واش نحب نقول هذه نقولها لي جون تاعنا الشباب الجزائريين الشابات والشباب لي جون في لي جون غارسون الجيريان. Il ne faut pas attendre des miracles du gouvernement, ni du ciel, ni de qui que ce soit. Ils ont un potentiel inestimable. Ils peuvent tout faire d'eux-mêmes. Il ne faut pas dire on a un problème culturel de phrase. شكون يدير لك؟ دير وحدك. ديرهم أنت. Tout le monde a des idées, tout le monde a ده. Il faut qu'ils se bougent, il faut qu'ils croient en eux-mêmes. Il ne faut pas croire تجي هكذا يجيك الكنز من السماء ما يطيحش. ديجا الماء ما طاحش. Alors
لا جو سوي سور. انا دورت شويه في الجزائر، عرفت الجزائر لي جون الجيريان في الجزائر، لي جون الجيريان في دي فيلاج اوسي ايزولي كو لو ميان، وفي برا ils ont un potentiel inestimable, énorme. كون نجي نخير انا pour prendre un étudiant يجي des étudiants هكذا parmi tous les étudiants de la planète, je prends un Algérien, c'est pas parce que je suis un Algérien, je prends un Algérien باللي je suis sûr باللي هو يبغي يدير هذيك الحاجه. هذه يلزم الفو ماشي يجي كيك شوز اديرو زالجيريا، يلزم يكون عندكم الثقه في نفوسكم. والبلاد هذه بلادكم، ماشي بلاد تاع هذه بلادكم، بقاو فيها ولا خرجوا باش تخدموا ليها، خرجوا ورجعوا باش تخدموا ليها. هذه بلادكم، هذه بلادنا نخدموا عليها ان شاء الله. ايوا ما تكلوش على الاخرين. يعطيك الصحه بروفيسور مجيد بوخمور، عضو المنظمه الاوروبيه للابحاث النوويه، على حضورك معنا. نشكرك، ربي يوفقك ان شاء الله، وان شاء الله مش الزياره الاخيره، ان شاء الله ديما كي تجي الجزائر تزورنا هنايا، حتى من البلاطو نتلاقاو ان شاء الله قل هنا وحصص ونديروا كل حاجات مع بعض ان شاء الله. شكرا لك مشاهدينا، الشكر لكم انتم ايضا على حسن الاصغاء والمتابعه، الشكر لكل فريق العمل، امسيتكم سعيده والسلام عليكم.